مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده انا جاي اتكلم عن حاجه كده بسيطه جدا. سوق العربيات في مصر. سوق العربيات في مصر للاسف الفتره الاخيره يعني كان بايظ خالص. حته البيع والشراء مش احسن حاجه عند المعارض او على مستوى التجار اللي ما عندهمش معارض، لان للاسف الاسعار غليت جدا. الاسعار في العربيات غليت جدا. كان في ناس كتير بتسالني الفتره اللي فاتت بحكم ان انا اشتغلت في العربيات فتره او كده، طب ابيع، طب انا نفسي ابيع دلوقتي، ده انا هبيع بالغالي. طب ما انت هتبيع بالغالي هتشتري بالغالي، واللي هتلاقي اللي بيبيع دلوقتي حالات مش كويسه. فهي دي فتره عدم البيع والشراء. ان انت لو مضطر اشتري، لو انت مضطر تشتري عربيه اشتري. يعني خلاص وقفت حياتك ان انت لازم يبقى في عربيه في البيت، اشتري واتكل على الله. طيب اشتري جديد ولا اشتري مستعمل؟ لا اشتري مستعمل، بلاش جديد. الجديد دلوقتي مقيم باسعار مش طبيعيه، ومش دي اسعاره. وقريب جدا ان شاء الله هيحصل زي ركود في المنتجات، اللي هي ركود في العربيات بمعنى اصح. الركود ده هيؤدي لانخفاض في الاسعار، يعني ده المتوقع باذن الله، وده الطبيعي ان هو هيحصل. طيب ده متوقع يحصل في قد ايه؟ يعني مش مدة زمنية معينة، بس يعني على مدار سنة ممكن. يعني ممكن بعد سنة من دلوقتي، عشان الشهادات اللي اتطرحت في البنك 25% هتخفض القدرة الشرائية للناس كلها. فطبعا الناس طبعا هتبدأ تتجه انها تحط فلوسها في البنك ومش هتشتري عربيات، فالزيرو سعره هينزل، ده الطبيعي. حتى لو سعر الدولار زاد، حتى لو سعر الدولار زاد. تمام. فالنصيحة اللي بقدمها للناس عشان موضوع العربيات، لا، اللي انت ما تشتريش حاجة دلوقتي زيرو خالص. عايز تشتري اشتري مستعمل او كسر زيرو. واستنى كده لمدة سنة لو نفسك تركب زيرو حاجة جديدة. استنى بعد سنة هتتضح أمور كتيرة وحاجات كتير هتبقى أحسن إن شاء الله. مع السلامة.